هلا، شلونكم؟ اليوم جيناكم بحلقة الكريب جديد. مرام بنتي حبت اليوم هي تسوي الكريب على طريقتها، مثل ما جاي تشوفون. جاي اشوفكم المكونات. بيضة بدت دقدق بالبيضة، عايزة بس شاكوت. وهنا اول ما البيضة حطت البيضة، وبعدين فانيلا عادي، لا الفانيلا السائلة او اي الفانيلا الطوز تصير، حتى ريحة البيض الزفر مال البيض ما. وجلاص حليب، لا عندكم سائل او طوز خلون مي جلاص، وخاشوق الكل تعرف. ضافتين وراح تخلطهن زين لحد ما تتجانسن المواد كلها سوا. بعدين هنا عندنا خاشوقتين مال كوب سكر او شكر، وعندنا زيت هم خاشوقتين او ملعقتين، تقولون خاف حد ما يعرف الخاشوقة. ملعقتين زيت، وغلاس طحين او دقيق. وراح تخلط المكونات كلها تمزجين زين بهذا الشكل. تخلط بيهن لحد ما يتجانس المواد كلها سوا. اليوم هي عيد ميلادها مرام، وانا سويت لها هم كيكة، ان شاء الله اسوي لها عيد ميلادها. لان عندها دروس وجاي تدرس خطية امتحانات، فحبت قامت قالت ماما خل اشاركها. وهنا عندنا البيكنج باودر خاشوقة مال كوب او ملعقة كوب. زين هذا الباكيت احنا ماخذين الكيس من عنده، ملعقة كوب كافي، ما اكثر البيكنج باودر. شوفون المزيج شلون صار بهذا الشكل يصير. راح نبدي نحمي الطاوة. اول شي هو انتو عندكم، احنا بهاي الطاوة شوية دهناها اسم مسح، وبهذا الشكل نبدي نسويها كما تدير بالعجينة. واحد ينتبه عليه حتى لا تحترق، والنار ننصيها. شوفوا اسم تشقر ونقلبها. وعلى الجهة الثانية وهم نفس الشي. مرت اطول عليكم حتى التصوير يطول. هذا شوفوا شكلها شلون صار العجينة. هسه راح تبدي تحشيها بالموز والكاكاو، بعدين زينها بالكاكاو. اكل يحب بالنوتيلا هم تصير، هي النوتيلا صحيح المفروض نوتيلا، بس احنا نحبها بالكاكاو او الشوكولاتة نقول. هاي قطعت الموز شرائح او نقول درج، كل من بعد بكيفه. قلتلكم انا على لهجتي الحكي مالتي اقول. وبديت بهذا الشكل تخليها زينتها بهذا الشكل. وهسه راح تبدي تديري الشوكولاتة او الكاكاو، واذا اكو نوتيلا عادي بعد اطيب تصير بالنوتيلا، فاحنا نحبها بالشوكولاتة اكثر من النوتيلا صراحة. وصار طعمها ولا اروع من عنده. هذا كله شغلها، الله يخليها لي ويحفظها يا ربي، واشوفها احلى دكتورة. كتبت لكم I love you. هاي هي حبت بهذا الشكل تزين الماعون. وإن شاء الله يعجبكم الطريقة وتكون بسيطة. لا تنسوني بالاشتراك واللايك.